والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي كتب الفناء على عباده وكتب لنفسه البقاء، فقال عز من قائل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه قال في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أعظم مولود وأكرم مفقود. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإن أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل وسلم وبارك يا ربنا كما تحب وترضى أن يصلى عليه. وارض اللهم عن ساداتنا الأخيار الأطهار سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومعاوية وسائر صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألحقنا بهم جميعا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فقد جعل الله عز وجل الموت رسوله ورسالته لكل خلقه، فقال مخاطبا حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من يعلمنا كيف نتعامل مع الموت، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل وأكرم وأعظم الخلق عند الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تعلم ماذا تفعل عند الموت فها هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتليه الله عز وجل بموت كل أبنائه في حياته ما عدا السيدة الطاهرة العفيفة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سجل المؤرخون وكتاب السير فعل سيدنا وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ابتلاه الله عز وجل بوفاة ابنه سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن السيدة مارية القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله بسيدنا إبراهيم وهو يقارب 61 عاما على كبر كما نقولون،
فكان لسيدنا إبراهيم عليه السلام قدرا ومكانة عظيمة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة كما قيل أنه كان يمر في شوارع المدينة المنورة ويطرق الأبواب ويقول: أبشروا لقد رزق نبيكم بغلام، صلى الله عليه وسلم. وفي لحظة من اللحظات وبعد أن بلغ سيدنا إبراهيم ما يقارب 7 سنوات، يأتيه واحد من الصحابة ويقول: يا رسول الله أدرك ابنك إبراهيم يحتضر. فدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد ابنه سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في حجر أمه السيدة مارية القبطية رضي الله تعالى عنها وارضاه، فاحتمله بين يديه صلى الله عليه وسلم ومات على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب الأليم على قلب كل أب وقلب كل أم. هل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتلى؟ بالعكس، كل حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاءات في ابتلاءات. ابتلي وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم حينما مات أبوه، ثم عما قريب ماتت أمه، ثم جده، ثم عمه، ثم زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ثم عمه أبو طالب. كل هؤلاء الأحباب والأنصار والمقربين من قلب سيدنا رسول الله يفقدهم واحدا تلو الآخر، ولم يزد قوله على إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل على قلبه قرآنا عظيما يعلمنا كيف نتأدب مع أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب الصابرون؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. منتهى التسليم بقضاء الله وقدره، منتهى الإذعان، منتهى إظهار الإيمان الكامل بالله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل ليست شعارات وليس لقبا، وإنما هو فعل وتأكيد كل يوم على استسلامك وذلك وخشوعك لله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن يا رب ملكك وتحت مشيئتك، افعل بنا ما تشاء لأنك يا رب حكيم عليم. لأنك يا رب حكيم عليم، تحيي من تشاء لحكمة، وتميت من تشاء لحكمة، وتعز من تشاء لحكمة، وتذل من تشاء لحكمة، وتغني من تشاء لحكمة، وتفقر من تشاء لحكمة. إنك حكيم عليم يا رب. ما عهدنا عليك الظلم يا رب، ولا عهدنا عليك الغبن يا رب، بل إنك حكيم تعلم ما يصلح عبادك أكثر من أنفسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يأخذه بين يديه الشريفتين ويموت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فيعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم معنى جديدا للبشر، معنى جديدا للبشرية والإنسانية، أن المؤمن كلما ازداد إيمانا وتعلقا بالله عز وجل كلما ازداد رحمة وأنسا وإنسانية. قلبه يرق، ليس حجرا أصم، وليس إنسانا جامدا ملبد المشاعر،
بالرغم من كل أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه ومع ذلك يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبكي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن الفقد صعب وأن الموت صعب، لكن لا يجب ونحن في غمرات الموت أن ننسى لقاء الله عز وجل. لقاء الله صعب، والوقوف بين يدي الله أصعب. يوم يقف الناس بين يدي الله عز وجل مجردين من كل شيء، مناصبهم وأموالهم وأحسابهم وأنسابهم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا أنساب ولا مناصب ولا ألقاب، الكل سواسية بين يدي الله عز وجل. لن يفر إلى الجنة إلا من أحبه الله عز وجل وصلح عمله في الدنيا مهما كان. فقير ذليل ليس ذو حسب ولا نسب، هكذا قال عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يهتم الناس به، يحتقره بعض الناس لهيئته أو لفقره، لكنه لو أقسم على الله لأبره. ساعتها يوم القيامة حينما ترى نفسك أنت صاحب المنصب والجاه، ترى بكل حسرة وأسف على نفسك هذا الفقير، هذا الذي لم يكن يهتم به ولا يؤبه له في الدنيا، يسبقك إلى الجنة لأنه أحب الله عز وجل، لأنه تعلق بالله أكثر منك سبحانه وتعالى. هذا اليوم الصعب استعد له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا، مع أنه كان أعظم الناس وأكمل الناس وأكرم الناس. حينما مرض صلى الله عليه وسلم واقتربت وفاته، شعر ببعض التحسن بعد مرض ليس بالطويل، فخرج متكئا على اثنين من صحابته وقال: أيها الناس، استمع معي جيدا واعلم أو اعرف أو قارن بين استعدادي وخوفي وترقب سيدنا رسول الله، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يخاف الموت أو يخاف من لقاء الله عز وجل. أيها الناس، ألا من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. أيها الناس، ألا من كنت قد أكلت له مالا فهذا مالي فليستقد منه. براءة. هو يعلم علم اليقين أن الناس محبوسون أمام الله عز وجل لحقوق العباد. لذلك أهمس في كل مستمع وكل مستمعة: تبرأ من حقوق الناس المادية والمعنوية. لذلك جاء الأمر النبوي بالوصية: لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، ما لك وما عليك. استبرئ، لأن الناس محبوسون بديونهم وبحقوق الناس. لذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد مات وعليه دين ويقول: صلوا على صاحبكم. ليه؟ لأن الرسول رحيم صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، لا يحب أن يرى أحدا من أمته مسؤولا ومهانا أمام الله عز وجل في دين وفي حق من حقوق الناس. وقف بين الناس وقال: أيها الناس، ألا من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. أيها الناس، ألا من كنت قد أكلت له مالا فهذا مالي فليستقد منه. فلنتبرأ ونتقي الله عز وجل، ونعلم أن من كان خيرا منا استعد وخاف من الموت، واستعد من سكرات الموت، واستعد من عذاب القبر وضمة القبر. فالموت صعب، وسكرات الموت صعب، ودخول القبر أصعب، وضمة القبر أصعب وأصعب. لن ينجيك منها إلا خوفك ومراقبتك لله عز وجل. ولا يسعني في هذا المقام العظيم إلا أن أتوجه إلى الله عز وجل أن يرحم المتوفى
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز يا ربنا برحمتك وعفوك عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم شفع فيه مرضه، اللهم شفع فيه مرضه، اللهم شفع فيه حسن أخلاقه، اللهم شفع فيه حسن جيرته وحسن صحبته يا رب العالمين. اللهم شفع فيه صلاته وصيامه وزكاته يا رب العالمين. اللهم رب كل شيء اغفر له كل شيء، يا رب اغفر له كل شيء ولا تسأله عن شيء، ببركة القرآن العظيم وبركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وألحقنا به على شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشكر الله مسعاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.